سلام المسيح، كيفكم؟ شو الأخبار؟ اليوم الفيديو تبعي عن قصة مريم العذراء من كتاب الإنجيل. خلينا نبلش. وفي الشهر السادس أرسل جبرائيل الملاك من الله إلى مدينة من الجليل اسمها الناصرة، إلى عذراء مخطوبة لرجل من بيت داود اسمه يوسف، واسم العذراء مريم. فدخل إليها الملاك فقال: سلام لك أيتها المنعم عليها، الرب معك، مباركة أنت في النساء. فلما رأتها اضطربت من كلامه وفكرت ما عسى أن تكون هذه التحية. فقال لها الملاك: لا تخافي يا مريم، لأنك قد وجدت نعمة عند الله، وها أنت ستحبلين وتلدين ابنا وتسمينه يسوع. هذا يكون عظيما، وابن العلا يدعى، ويعطيه الرب الإله كرسي داود أبيه، ويملك على بيت يعقوب إلى الأبد، ولا يكون لملاكه نهاية. فقالت مريم للملاك: كيف يكون هذا وأنا لست أعرف رجلا؟ فأجاب الملاك وقال لها: الروح القدس يحل عليك، وقوة العلا تظللك، فلذلك أيضا القدوس المولود منك يدعى ابن الله. هلا بدي اقرا لكم كمان في آية كتير حلوة عجبتني. بتقول: فستلد ابنا وأنت تسميه يسوع، لأنه هو الذي يخلص شعبه من خطاياهم. إنجيل متى الإصحاح الأول آية 21. وبتمنى هيك الفيديو نال إعجابكم. إذا عندكم تعليق أو أي تفسير فيكم تكتبوه في التعليقات. وسلام المسيح.